كابتن محمود بقى انت غاضب ولا انت ماشي ولا ايه الموقف؟ انا حاليا غاضب طبعا. يعني هي خطوه اولى، هل بالفعل ترددت؟ مش غاضب على اللعيب، لان اللعيب ما يهمنيش يقول اللي يقوله. انت غاضب من المسؤولين عن المحطه. يعني منتظر رد الفعل على اساس ان في امواج بعد كده ان اي حد يلطشك. واي حد مش يلطشك من جوه المؤسسه. واخد بالك؟ يبقى اللعيب اللي ما يعجبوش كلامك من الاهلي ويعتبروا دي محطتهم. فانت بالتالي اصبحت دلوقتي انك انت دخلت في دوامه مش هتخرج منها. اصبحت بتعلق وانت يعني مش في وضعك الطبيعي. اصبحت انك انت بتجبر انك ترضي اطراف. اصبحت انك انت مش تبقى على طبيعتك. هل يا كابتن محمود وحضرتك رايح قناه النادي الاهلي، هل طلبوا منك انه تعليقك يبقى فيه شيء معين، ولا انت قلت لهم انا ليا اسلوبي ما بغيروش واتفقتوا على كده؟ حتى الان ما حدش كلمني في اسلوبي. لكن مع مرور الوقت يعني لما النادي الاهلي يعني بيبقى فنيا قليل بيبان على المشاكل. لانك انت المفروض انت معلق وفاهم انك لازم تبرز الخصم برضه. ده اكيد الاثنين ياخدوا حقهم، ومن حق المشاهد ان يعرف الغلط فين. وده كان اسلوبي. فلما الامور بتتأزم شويه فبيحصل نوع من الهيجان عليك. فبالتالي حسيت كده انك انت مش وضع طبيعي وانت بتعلق، فكده هتفقد مسك. فلازم اقف شويه واخد خطوه للخلف واشوف ايه الحكايه. طب كابتن محمود، امبارح ترددت انباء قويه ان حضرتك تقدمت باستقاله فعليه من قناه النادي الاهلي. لا، انا خدت خطوه للخلف ومنتظر الاستاذ مصطفى جمعه. ويعني انا قلت له في الاول ان انا عيان يعني عشان خاطر اللي هو العيا السياسي. وبعدين يعني قعدت على اساس انا اشوف ايه ردود الافعال. واخد بالك؟ وانت ازاي هتخش على انا حاسس انك مش هتبقى طبيعي في تعليقك. انا بضحك، انا بغمز، انا بصريح، انا بقول الواقع. فانت كده هو دخلت في منعطف انك انت ما انتش طبيعي في تعليقك، يبقى الناس هتنصرف عنك. هل ممكن يكون في يعني فضل التعاقد خلال الايام المقبله لو حضرتك ما خدتش يعني مش عايز اقول الترضيه، او لو ما ردوش نيابه عنك، لو المسؤولين في اداره القناه ما خدوش خطوه ايجابيه؟ ده حقي بقى. ده حقي، يعني ده حقي الطبيعي. ان لازم المحطه يبقى ليها كيانها ولها انفصالها ولها خصوصيتها. مش اي حد يعني لابس فانيلا حمراء ينطشها تحت بند دي بتاعتنا. لا، طب خلاص بقى. شايف الشغل في محطه الاهلي كانت خطوه ايجابيه بالنسبه لك، ولا انت مش متعود على الشغل في قنوات انديه؟ لا والله، انا لغايه قبل الحدث ده انا ما كانش عندي مشاكل وكنت مبسوط وناس محترمه جدا ويعني ملتزمين جدا، وجماهير النادي الاهلي جميله جدا. وانت حاسس ان هي جماهير عريضه، ولما بتمشي في اي حته بتحس بكيانك. وحتى الان الى ان تحس كده ان جت فتره من الفترات، انت عارف لما الاهلي بيحاول انه يفرض عليك حاجه. الاهلي النادي ولا الاهلي الاداره ولا الاهلي القناه؟ الاهلي بره. يعني في كده سياسه حاسس بيها انك لا ما تمسش هنا. طب خلاص بقى. يعني انما مش من المسؤولين، انما انا انتظر بقى ان المسؤولين لما حد غلط عنده هيبقى رد فعل ايه. والله اذا الامور ما طبيعيه خلاص. انت غاضب من الناس اللي كانوا في الاستوديو اللي ما ردوش؟ ممكن جدا. لان انا استعجبت. واخد بالك؟ يعني انا استعجبت ان لو واحد فيهم اتقال على لعيب في النادي الاهلي وقال له انت المفروض تمشي، كان الرد الفعل هيبقى عنيف طبعا. غاضب من اللفته اللي كانت في المدرجات اللي هجمتك؟ لا والله، انت نكشتني حلو قوي قوي. اللفته دي بتقول ايه؟ بتقول نادي وطنيه مش للمتطلباتيه. فانا بقول ايه؟ اذا كان الشباب او بعض الشباب، وانا قلت امبارح في احدى يعني محطات كده ان الناس دي مش هم الالتراس.
ده ناس مندسه عشان يستفيدوا من شعبيه النادي الاهلي. ناس مزقوقه عشان في وسط شباب عشان يستفيدوا في انه يشوهوا منظر حاجه ويستفيدوا اذا كان هيستفيدوا. اذا وصلنا النهارده هم غضبانين ليه الناس القله دي اللي سمتني الفلول على المواقع ان انا بقول لازم تبقى واقف مع الجيش ولازم السلطه تتسلم ولازم خريطه الطريق يا جماعه تمشي لاخرها وخلاص بقى عشان البلد تقف على رجليها. فاذا انت النهارده كشاب او كمواطن وصفت واحد بيقول لك انك لازم تبقى مع القوات المسلحه اللي هي الدرع الواقي لغايه دلوقتي، يقول لك انت مطبلاتي، يبقى انت ما انتش منتمي. لان ما معنى الانتماء؟ الانتماء انك انت بتنتمي الى الحكومه بتاعتك والى ولي الامر والى كذا طالما ان هم بيتحركوا صح. فانا استعجبت جدا من يافطه زي كده هم مش عارفين معناها. نادي وطنيه، طب خلاص يعني هل النادي الاهلي مش مع الجيش ولا ايه؟ هل جماهير النادي الاهلي مش مع الجيش؟ انت بقى مش انت ما تقعدش في المدرج ترفع دي روح ارفعها في ميدان التحرير. ولا غلط كلامي؟ طيب سؤالي الاخير، احتماليات استمرار اخير ليه يا كابتن؟ يا كابتن؟ بقول لك واخير ليه يا كابتن؟ لا طبعا الحوار معاك دائما وابدا ممتع، انت عارف يا كابتن محمود. هل احتمالات استمرارك في القناه اكتر ولا حسب ما سمعنا ان احدى القنوات على وشك انها تحصل على توقيع الكابتن محمود بكر؟ انا ما اقدرش اوقع طالما انا متعاقد. نعم. وزي ما قلت لك انا مصطفى جمعه صديق جدا وراجل وكلهم اصدقائي فعلا، انا بتعامل معاهم كصديق. وده اللي شجعني ان اروح الشركه. انا متعاقد مع شركه المسك لعلمك، مش مع النادي الاهلي عشان تبقى الناس فاهمه. وشركه المسك بتوفر كل الاسلوب وكل الامكانيات، لكن في ساعات النادي الاهلي بيتدخل مع الشركه بحكم ان انت واخد اسمي. فممكن جدا انا اعرف ان مصطفى جمعه بيعاني حاجات كتير، فمن ضمن المعاناه انا عانيتها وبدات اعانيها. بس هو ورا الستار، انا قدام على المسرح. فبالتالي انا كل المشكله اللي عندي ان انا اصبحت صعب عليا ان انا اكون طبيعي مره ثانيه. انا المره الاخيره دي ما ضحكتش فيها. انا ضربه الجزاء اللي حصلت يا كابتن انا كنت متضايق من نفسي، خد بالك، لان قبليها كان في ضغوط من ناس كتير بتكلمك ولا وبتاع وكلام من ده. انا روحت البيت معكنن. في ناس كتيره قدام الشاشه اهلاويه قالوا محمود بكر مش هو، واخد بالك. فدي نقطه يعني طلعتني بره اطاري خالص. وسالت نفسي هتخش في دوامه مش هتخرج منها، لانك انت معلق الناس حبتك على سجيتك وعلى مصداقيتك. اذا انت خفت كل سنه انت طيب. انت خفت ساعه ضربه الجزاء؟ خفت ساعه ضربه الجزاء؟ انك تبقى طبيعي. خفت ساعه ضربه الجزاء؟ انا الصراحه يعني كان فيها كلام كتير بالنسبه لي كنت بقوله في كل مباراه. جملت؟ مش جملت، انا جملت. لانك عليك ضغوط كتير يعني مش جمال. انا ما بعرفش جامل، وعشان كده يعني بقول لك الاستمرار صعب. الاستمرار صعب. وانا عمري ما كنت جبان وطول عمري حقاني. فانا حسيت في النقطه ديت زائد نقطه الطرد بتاع الولد بتاع سموحه وخاصه من حكم. حتى انا بقيت مخنوق وعاوز اقول اي حاجه. خفت من انا تطلع مني كلمه كده ولا كده ولا تتفهم غلط ولا كذا ولا كذا. فانا روحت البيت قلت يعني من كل حته يعني البدايات كده. لان انا اتصل بيا ناس كتيره كابتن انت مش موافق في التعبير عن النقط. قلت لهم صح. انت يا كابتن بدات تخاف. قلت لهم صح. انت بدات تجامل. قلت لا ما جاملتش، انا خفت لان لقيت تيارات كتيره جدا جدا ضغط عليك. انت خد بالك انت مش من مسؤولين، وقد يكون من مسؤولين عن طريق جماهير، قد يكون كذا، وانت اكتر واحد عارف لما اتضغط عليك قبل كده. واخد بالك صح ولا غلط؟ صحيح. عارف كلامي كويس قوي وتقدر. بس انا كان عايزين يدوني الصوت. انا كانت حاجه ثانيه. انا قالوا لي جهز شنطتك يا ابو الكباتن. والله قال لي جهز الشنطه حطها جنب الباب عشان انت على وشك يعني. لكن في بص في اخر الكلام لازم اقول حاجه ان جماهير النادي الاهلي دي تسال اي حد. طبعا. خد بالك طبعا. مش نفاق ولا خوف. وانك بتشعر بسعاده في كل حته لان هم اكثريه مستيقن يعني. واخد بالك. وبعدين السن الصغير جميل. كنت تعدي من قدام مدرسه كده تلاقي العيال بيجروا عليك. تعدي من قدام الجامعه تلاقي الناس كده صحيح.
تروح في مطعم تلاقي مش عارف ايه. انا كنت متدفي بالعمليه دي حتى الان. مره واحده كده ما اعرفش كارت ارهاب طلع. فطبعا انا عمري في حياتي ما ارهب. وفي نفس الوقت طول عمري انا مشيت من الاخبار. انا كنت زماني دلوقتي رئيس تحرير واخبار وبتاع وكلام من عشان يعني ايه ما عجبنيش. لقيت نفسي مضغوط في حاجه. السلام عليكم، واخد بالك انت. فانا حياتي كلها وكان قرار غلط. فانا حياتي كلها لما باخد كرة القدم بعد لما سبت الجيش باخدها هوايه ما هياش سبوبه. خد بالك. وسبت حاجات رئيس نادي الاولمبي واستقلت ما عجبنيش. فعندي طبع ده ما اعرفش كويس ولا وحش. لما ما احس ان انا مش حابب المكان او شايف ان انا هقل في المكان باخد خطوه للخلف عشان احافظ على اللي عملته. كل التمرينات دي كانت فيها كابتن. فانا مستني مصطفى جمعه واقعد معاه. والراجل يعني الصراحه يعني راجل محترم جدا جدا جدا، والقناه محترمه جدا جدا. واعتقد ان الامور يعني ما اعرفش هتبقى ازاي حتى الان. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود بكر. انت الغالي يا حبيبي. الاعداد والمهندسين والفنيين. هو امتع حاجه الواحد يسمع برنامجك وهو سايق، ربنا يخليك، وهو بعيد. لكن لما يبقى جاي لك بيعاني كتير يبقى متعه بالنسبه لنا احنا بقى ان انت تكون ضيفنا هنا. انا نازل من 8 مرور. انا اسف جدا ان انا اهلا وسهلا بيك. صعب الطريق جدا. شرفنا وتنورنا. اهلا وسهلا بيك استاذ ايمن. بالتاكيد هيكون لك تعقيب اولي على مكالمه الكابتن محمود بكر، خاصه ان حضرتك سمعتها بالكامل. شعرت انا بالمراره في كلامه او بعدم الاستقلاليه، وهو ليه طبيعه معينه. يعني بالتاكيد لازم يكون لك تعليق على ما قاله الكابتن محمود بكر. كابتن ده يرجعنا. انا تحياتي طبعا للكابتن محمود وبشكره على الصباح الجميل اللي هو كان عامله معاك. لكن انا برضو ده بيرجعنا للبدايه لما قلت، وكنت انا كتبت في الموضوع ده، وان القنوات الخاصه قنوات الانديه هتبقى نقطه سوداء في تاريخ الكره المصريه. لانه من واضح انه اللي احنا كنا بنقول عليه انه هيجبر المعلق او المحلل او المذيع ان هو يمشي في تيار خط واحد، ان هو لا يرى غير اللي هو في صالح النادي او النادي اللي بيذيعه. وقلنا عشان كده انه الدوري بره في اوروبا والقنوات الخاصه بتاعت الانديه لا تذيع مباشره مباريات النادي. صحيح. والناس كلها طلعتنا غلط، لانه ما ينفعش انا بذيع مباراه في ضربه جزاء مشكوكه او في هدف من تسلل وانا عشان النادي ده انا اللي صالحه اللعبه دي ما اتكلمش عنها او علقش عنها. من هنا الفيفا او القنوات الرياضيه الخاصه العرف ملك الانديه لا تذيع مباشره، انها تذيع بعد كده تسجيل. لكن احنا في مصر عندنا معلش انت شايف طبعا سمك لبن تمر هندي. العمليه ماشيه عشان هيديني 3 مليون جنيه ان شاء الله حتى يذيع المباراه ويعمل عليها مونتاج ويطلع الفريق فايز، محدش بيحاسب. ده بيعمله النادي الاهلي وهيعمله النادي الزمالك، وهنشوفه بشكل اكتر وافظع وبشكل يعني فج جدا لما يكونوا الاثنين موجودين. فانا طبعا انا بقدر طبعا اول مره في حياتي يقول لك انا خفت يعني طبعا واحترم شجاعه الحقيقه. وبعدين انت رايح بعيد ليه؟ الكابتن عبد العزيز عبد الشافي لما جه يتعاقد مع القناه وكان ماسك قطاع الناشئين في النادي الاهلي، النادي الاهلي قال له ايه؟ ما تحللش الاهلي، ما تحللش مباريات الاهلي، يا اما تمشي. الراجل مشي. فالنادي الاهلي ما زال مع احترامي وتقديري ان هو بيتعامل من ناحيه الحفاظ على كيان النادي الاهلي او فرقه كره النادي الاهلي بالتحديد بشكل ما هواش يتماشى مع لغه الاحتراف او لغه ما بعد الثوره. بس يمكن موقفه من الكابتن زيزو واضح. هو النادي الاهلي طول عمره قال لك انه التحليل دون ان يعني تحلل مباراه الاهلي. هو قال له يعني ده كان من بدري. يعني كان السنه اللي قبلها الكابتن زيزو كان في قناه ثانيه وكان الوضع قائم. لما انا يعني مش بدافع عن انا بقول لك لا انا مش بدافع عن الكابتن زيزو ولا بالعكس. لا وبعدين انا ضد ان واحد يبقى يشتغل معلش يعني برضه ان هو يشتغل مدرب
ويحلل نعم او يشتغل مدرب ويعلق. لان ازاي النهارده انت تبقى في مكان زميلك وتاني يوم تنتقده؟ انا ده مش لكن اذا كان يعني انا بقول لك ده مثال للنادي الاهلي اللي هو بيعمله، يعني ان هو لما اكبر كابتن عبد العزيز شاف ان هو يسيب الشغل عشان ما يحللش مباريات النادي الاهلي بالتحديد، لكن ما كانش عنده اعتراض ان هو يحلل اي مباراه ثانيه.